رسالة لك. إن جميع برامج التواصل الاجتماعي بحر عميق، ضاعت فيه أخلاق الرجال وسقطت فيه العقول، منهم الشاب ومنهم ذو الشيبة، وابتلعت أمواجه حياة العذارى وهلك فيه خلق كثير. فاحذر التوغل فيه وكن فيه كالنحلة، لا تقف إلا على الطيب من الصفحات لتنفع بها نفسك أولا ثم الآخرين. لا تكن كالذباب يقف على كل شيء الخبيث والطيب فينقل الأمراض من دون أن يشعر. إن الإنترنت سوق كبير، ولا أحد يقدم سلعته مجانا، فالكل يريد مقابلا. فمنهم من يريد إفساد الأخلاق مقابل سلعته، ومنهم من يريد عرض فكره المشبوه، ومنهم طالب الشهرة ومنهم المصلحين. فلا تشتر حتى تتفحص السلع جيدا. إياك وفتح الروابط، فإن بعضها فخ وتدبير وشر كبير وهكر وتحكير ودمار وتدمير. إياك ونشر النكات والإشاعات، واحذر النسخ واللصق في المحرمات، واعلم أن هذا الشيء يتاجر لك في السيئات والحسنات. فاختر بضاعتك قبل عرضها، فإن المشتري لا يشاور. قبل أن تعلق أو تشارك فكر إن كان ذلك يرضي الله أو يغضبه. لا تعول على صداقة من لم تره عيناك، ولا تحكم على الرجال من خلال ما يكتبونه، فإنهم متنكرون، فصورهم مدبلجة وأخلاقهم مجملة وكلماتهم منمقة، يرتدون الأقنعة ويكذبون بصدق. فكم من رجل دين هو أكبر السفهاء، وكم من جميل هو أقبح القبحاء، وكم من كريم هو أبخل البخلاء، وكم من شجاع هو أجبن الجبناء، إلا من رحم الله، فكن ممن رحم الله. احذر الأسماء المستعارة، فإن أصحابها لا يثقون في أنفسهم، فلا تثق في من لا يثق في نفسه. وإياك أن تستعير اسما، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى. لا تجرح من جرحك، فأنت تمثل نفسك وهو يمثل نفسه، وأنت تمثل أخلاقك وليس أخلاقه، فكل إناء بما فيه ينضح. انتقي ما تكتب، فأنت تكتب والملائكة يكتبون، والله من فوق الجميع يحاسب ويراقب. إن أخوف ما أخافه عليك في بحر الإنترنت الرهيب هو مشاهدة الحرام ولقطات الفجور والانحراف. فإن وجدت نفسك قد تخطيت هذه المحرمات، فاستفد من هذا النت في خدمة نفسك والتواصل مع مجتمعك، واسعى في نشر الخير ونشر دينك. وإن رأيت نفسك متمرغا في أوحال المحرمات، فاهرب من دنيا الإنترنت هروبك من الضبع المفترس، فالنار ستكون مثواك وسيكون خصمك غدا مولاك. إن من أهم مداخل الشيطان الغفلة والشهوة، وهما عماد الإنترنت. واعلم أن هذا الشيء لم يخلق لغفلتك، إنما لخدمتك، فاستخدمه ولا تجعله يستخدمك، وابن به ولا تجعله يهدمك، واجعله حجة لك لا حجة عليك. نسأل الله الهداية والسلام. السلام عليكم.